السلام عليكم وألف سلام عليكم. اليوم مقطع جديد. مقطعنا هذا راح نشوف فيه لو خيروك أصعب الأسئلة في العالم ماذا سوف تختار؟ أو ماي جاد، العنوان يفجع. أو ماي جاد، خلاص. المقطع هذا راح نشوف فيه لو خيروك. أبغى أقول لكم كلمة إنه تعلمت مغربي. تعلمت كلمة مغربية، كلمة خيروك اللي هي تنقلب واو تروح فيها. هذا اللي أصدقائي مغاربة قالوها لي، يعني كلمة خيروك اللي هي تنقلب واو خلاص تروح فيها. المغاربة يقول لك فهمتوا؟ يعني كلمة ما تتصور. فيلا خلينا نبدأ مقطعنا اليوم. ولا تنسى أن تقوم بحفظ كم مرة اخترت فيها الإجابة ألف وكم مرة اخترت فيها الإجابة باء. أوكي، يبغى لنا ورقة وقلم. أوكي، هذه قلم. أوكي، بس يبغى لي ورقة. أوكي، استنى. اوكي اخيرا جبت لكم دفتر. دفتر المدرسه. يا رب بس ما يشوف الاستاذ يقول لي العب دفتر المدرسه عشان تصور لك مقطع. ايه، العب دفتر المدرسه عشان اصور مقطع. هذا دفتر. اوكي، دفتر ايش؟ فيزياء. وين القلم؟ وين القلم؟ جيب لي قلم. اوكي، جيب لي قلم. حطه هنا ونكتب. اوكي، نبدأ. وقبل البدء ادعمنا باللايك والاشتراك لكي نستمر. ايش قال؟ قال اشتركوا بالقناة. هو اللي قال، انا ما قلت حاجة. هو قال اشتركوا بالقناة. يلا انزلوا بحث. تفقد كل مالك، أن تفقد كل صورك وذكرياتك. نفكر. يقول لك صور وذكريات او كل الاموال. اوه ماي جاد، لا ما بقول. في بعضكم راح يقول اوه ماي جاد خيار صعب. انا عن نفسي والله ما معي ولا صورة وانا صغير، ولا في تقريبا صورة صغيرة وكذا. بس خذها. اموالي، حتى اموالي ما معي. ايوه، خذ لك صور. خذ الصور. خلي علينا الفلوس. انا ابغى فلوس. خليها هنا الف وهنا باء. اوكي يلا الحين ايش قلنا؟ نبغى الاموال، يعني نبغى الف. لا، انا ايش اخترت الف ولا باء؟ انا ما ادري. خلينا اخترنا باء. يلا اخترنا باء نحن. تمشي على مسامير حادة، تمشي على جمر مشتعل. اوكي، مسامير حادة او تمشي على جمر مشتعل. الجمر المشتعل يحرق لك رجلك، خليها فحمة. المسامير الحادة احس ما توجع. يعني اذا كان مسمار صح يوجع، بس مسامير خليكم ذكية، خليكم فيزياء. هذا يبغى له فيزياء. مسمار فوق مسمار كذا يصير يعني كانه ناعم كذا. لا امزح. يعني احسه انا ما اجلس على مسامير اذا كانت كثيره. في مسمار واحد لا. اذا كانت مسامير كثيره زي الصوره هذه اللي بينه امامكم فانا اختار المسامير. يلا خلينا نشوف. انا اخترت باء صح. أن تعيش في غواصة، أن تعيش في سفينة فضائية. خلينا نفكر. حط القلم. خلينا نفكر. غواصه، نشوف كذا السمك والمدري ايش الحوت. اوكي، هنا في سفينه فضائيه. خلينا نفكر. والله ما ادري. يلا بس والله ما ادري. والله عن نفسي ما بكذب عليكم، بقول لكم سفينة فضائية. يعني نبغى نستكشف، نشوف الأرض كروية ولا على شكل مسطحة أو دونيت أو ما أدري إيش التفكير. اللي يقولوا دونيت ويقول لك مدري. أوكي إحنا اخترنا هنا السفينة. أوكي إحنا اخترنا إيش؟ السفينة الفضائية. تأكل قرشا حيا، تسجن مع أسد. يعني إيش؟ أنا ما فهمت. أنا اللي آكل قرش حي أو إنه تسجن مع أسد؟ إذا سجنت مع أسد خلاص أموت. أو تؤكل قرشا حيا، أو يمكن أنا أكل من طرف قرش. ما أدري. أشوف على حسب جملته اللي كتبها تأكل قرش. أنا اللي آكله فآكل قرش حي. اللهم آكل قرش حي ولا أكل أنا من طرف أسد. خلينا على القرش الحي. أوكي. تكون وحيدا دائما، لديك أصدقاء ولكن سيئون. إن معي أصدقاء طيبون وجميلون. أصدقاء كلهم سيئون. لا أمزح. يا رب بس ما يشوف واحد منهم يشوف مقاطع يمزح معكم. يلا خلينا على زي أصدقاء ولكن سيئون. بس أنا اللي راح أردهم لدينهم. ما شاء الله عليك حبيبي. أمزح. خلاص خلينا نكمل. اوكي، الإجابة تبعنا ألف. الأكثر مرحا، أن تكون الأكثر ذكاء. منطقيا الأكثر مرحا أو ذكاء. إذا كنت أكثر مرحا وراح أفقد الذكاء اللي أنا فيه دحين
والله يعني لا، ما ابغى. يعني اذا كنت بذكائي هذا واكون مرح، والله ما ادري ايش اتفلسف، بس خلاص خليني مرح. وش فيه الذكاء هذا؟ خليني مرح. اوكي، جابتنا هنا الف، خلينا نكتب الف. اوكي، كم عملنا الحين؟ ما ادري، صار ثلاثة الف ثلاثة باء يعني. أن تبقى طفل دائما، أن تبقى مراهق دائما. اذا فكرنا بطريقة المرح والمدري ايش، خليني طفل. لا دراسة، لا تدريس، لا معاناة، لا روح مدري ايش، لا او ماي جاد، يعني يبقى كل شيء جميل عندك، الحياة كلها لوز، مع انه ما يعجبني اللوز بس هذه يعني. والله خلينا على طفل احسن لي، طفل خلاص انا. اوكي، اجابتنا هنا الف، خلينا على أن الف. تتوقف عن الفيسبوك، أن تتوقف عن اليوتيوب. ما في خيار ثاني. فيسبوك، خذ لك فيسبوك، وخذوا اليوتيوب. حبيبي لوز بس. نبغى اشتراكات، ها؟ اذا في اشتراكات اليوتيوب، ما في اشتراكات خذ لك اليوتيوب. انا امزح. يلا نكمل. اوكي، جابت لنا باء انه نتوقف عن الفيسبوك، باء جميل. حتى الان تعادل، يعني 4-4، مدري ليش. ملابس بالمجان مدى الحياة، طعام بالمجان مدى الحياة. خلينا نشوف ملابس او طعام. كرشي افضل، كرشي احسن من الملابس. يكون عندك كذا طاهي خاص، تقول له نبغى اليوم ايش نبغى اليوم، نبغى ما ادري ايش، اعطينا اكله. رز، نبغى كسكس مغربي. المغرب ما ادري ليش ذكرت في هذا المقطع. هو قاعد بداية الان خلاص. اوكي، طاهي خاص، خلاص نبغى طعام بالمجان مدى الحياه. ملابس خذها لك. إجابتنا كانت إنه ناخذ طعام مدى الحياة. إذا ألف، إجابتنا ألف. تنقذ والدك، تنقذ والدتك. هذا صاحب المقطع هذا إيش يبغى؟ يبغى مشاكل. أقول أبي تيجي تضرب، أما أقول أبي يبغى مشاكل. هذا يبغى مشاكل. السؤال هذا نكنسل، مع إنه المفروض ما نكنسل. يقول لك ما المفروض ما تكنسل ولا أي. هذا يعني لازم تختار. أن تكون أصم، أن تكون غبي. تكون أصم، والله معاناة عشان ما أكذب عليكم. الأصم معاناة. أن تكون غبي، خليني غبي أحسن لي، وخليني أسمع والله. تسمع تحس براحة. أما أنا يقول أوكي، قلنا هنا نختار غبي يعني ألف. خلينا نشوف ألف. أوكي، الألف هذه تطورت، ها؟ يبقى لديك نفس تسريحة الشعر، يبقى لديك نفس الهاتف. والله عن نفسي أنا تسريحة شعري من 5 سنوات وأنا نفس التسريحة، مشيتها لفوق كذا. يبقى لديك نفس الحاجة، ولا نبغى نغير التلفون هذا ما أدري إيش نوعيته ما ندري، بس نبغى نغيره. أوكي، اخترنا ألف. يبقى لدي نفس تسريحة الشعر. تعيش بالإنترنت، الخيار الثاني بدون ما يقول لنا الخيار الثاني. الإنترنت هذا مستحيل تستغني عن الإنترنت. الخيار الثاني لو يكون اللي يكون أضحي بأي شيء، الإنترنت مستحيل نستغني عنه. فخلينا نشوف أوكي، وأخيرا باء. الحين خلاص، شوف هو نص المقطع، ما بكذب عليكم، نص المقطع. وراح نقول اخر المقطع ما ادري كم دقيقة، نص ساعة وانا اصور عشان هذا المقطع. فخلينا نحسب كم الف كم باء عندنا 1 2 3 4 5. 5 باء. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 الف. يعني شخصيتي من الاشخاص اللي اختاروا الف كثير. خلينا نقول لاخر المقطع ونشوف شخصيتنا ايش هي. ألف هذا اللي احنا تكثر من اصلا فيه، الإجابة اخترنا الاجابه الف اكثر من ايه. انت انسان أنت حساس. إنسان حساس، كما إنك عاطفي ومرهف المشاعر، غالبا ما تعتمد على قلبك في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أنك شخص طيب ومرح، تحب أن حبيبي. تشارك أصدقائك ومن حولك، نظرا لأنك شخص اجتماعي ومسالم أيضا، وأخيرا أنت شخص رومانسي ومحبوب. عشان المتابعين اللي اختاروا اجابات باء اكثر من الف، اكمل لكم المقطع. يلا خلينا نشوف أكثر ايش من هذا. الإجابة يقول ألف. لكم انت انسان أنت منطقي إنسان وعقلاني. منطقي والله وعقلاني، تعتمد على عقلك دائما في اتخاذ القرارات أو أي خطوة في حياتك، وأيضا أنت إنسان مفكر وتملك شخصية قوية وواثقة من نفسها، ودائما لا يؤثر فيك رأي الآخرين السلبي، وغالبا ما تنفذ ما تراه صحيحا في وجهة نظرك، وأخيرا أنت إنسان ذكي جدا. واخيرا كملنا مقطع اليوم. فعموما هذا كان مقطع اليوم، اتمنى انه عجبكم. فالمغرب 5 دقائق واذن وعشر، ما ابغى اروح اصلي. عموما هذا مقطع اليوم، اتمنى انه عجبكم. شوفوا اللي خيروه، اللي يعثر قلم واو تروح فيه على المغرب. اوكي خلاص. فعموما هذا مقطع اليوم، مع السلامه.